السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض صينية كنافة بالكاستر. يعني الأسرة كلها بتحبها جدا. وقبل ما نروح على شرح الفيديو، أنا عايزة لايك، عايزة اشتراك، عايزة تفعيل الجرس. يلا بينا على شرح الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى أنا هعمل إيه؟ هعمل كنافة بالكاستر، محشية كاستر. فهنحضر إيه؟ الكاستر الأول، وهنمشي مع بعض خطوة خطوة. طبعا أنا عندي اللبن أهون 6 كوبايات لبن، دول لبن جاموسي دسم. هنا على كل كوباية لبن معلقة كاستر. انتوا شايفين الكاستر شبه النشا اهو، بس لما بينزل اللبن بيبقى ايه؟ بيبقى اللون اللي هو الاصفر. طبعا والسكر حسب يعني حسب الطلب اللي انت عايزاه مسكره، ده حسب رغبتك. بس الاول ايه؟ اللبن لسه كده يعني ايه غلياه وسايباه في التلاجة برد. هنحط عليه الكاستر. ليه نحط عليه الكاستر كده؟ علشان طبعا لو احنا حطيناه وهو سخن الكاستر بيكلكع، انما لا احنا لازم نحطه ايه؟ على البارد، فبيديك نتيجه يعني ايه؟ بيبقى جميل جدا وما بيكلكعش في نفس الوقت. هنحط السكر وهنقلب، وهنحط ايه؟ 2 فانيليا، يعني ظرفين فانيليا او معلقه فانيليا. طبعا حطينا كده معلقه فانيليا، حطيت السكر اللي انا عايزاه. طبعا انا بقلل من السكر فيه شويه، يعني مش عايزاه مسكر زي اللي هو العادي، لا، علشان ده داخل ايه؟ حشو الكنافه. طبعا احنا بنحط لها لسه القطر اللي هو العسل، فده بيسكرها اكتر. فيعني ايه؟ خدوا بالك من النقطه دي، علشان ايه؟ ما تقعيش في الغلط الكبير ده. لو انت عملتها مسكره قوي تيجي تحط العسل هيبقى سكرها زياده جدا. فاحنا كده حطيناها على النار وهنقلب لغايه لما تطلع كده فقاعيه كده، نعرف انها استوت. طبعا كده احنا خدناها ايه على البوتاجاز اهون، وبقلب فيها. لازم تقلبي فيها على طول لغايه لما تدينا السمك اللي احنا عايزينه. كده عايزينه كده ايه؟ السمك كده كده، شايفين؟ يعني ايه؟ 3 دقايق كده بنطفي عليه. اول ما يبقى بقى كده ايه؟ نطفي عليه. طبعا احنا عارفين ان الكاستر النشا بتاعه منه فيه، يعني ما تحطلوش نشا، ما بنحطش نشا اصلا على كده، هو كده النشا ايه؟ منه فيه. ده هعملها للحشو، والباقي اقوم عاملاه ايه؟ في بولات صغيره تبقى جميله جدا، يعني لو فاض منك مش هيخسر. طبعا هنا دول كيلو كنافه كنت عيناهم في الفريزر، حطينا عليهم 2 معلقتين فانيليا. سكر طبعا تجيبي، لازم تجيبي الكنافه ما تخلطهاش على طول، لا، ما عادش ده بتاعت ماما ومامتك، لا، بنعملها في الفريزر وبتطلع تتفرفت زي ما انت شايفه كده. فهنعمل ايه بقى؟ هنقلب كده كله مع بعض كده اللي هي الفانيليا. طبعا انا هعملها بالزبده، وواحده هحشيها بالكاستر، والتانيه هعملها طبعا انا عملت معاكم الجبنه قبل كده. دي النهارده مركزه بس ايه؟ على الكاستر. الكاستر طبعا عملته بفول عشان يبرد. طبعا نحط السمنه عليها، زبده زي ما انت حابه، عايزه سمنه عايزه، بس انا بفضل الزبده تبقى جميله. نحط كده عليها الزبده كده، وهنفركها مع بعض. طبعا لازم نسقيها كلها كده زي ما احنا شايفين كده، من السمنه من الزبده، عشان تبقى جميله وتبقى الريحه بتاعتها جميله جدا. والزبده حسب ما انت تختاري، في كريستيلا، وفي اللي هو كريستال، وفي الجنه. بيبقى في انواع كتير من الزبده انت بترتاحي لها. عايزه تعمليها بالسمنه اعمليها بالسمنه، عايزه تعمليها بالسمنه البلدي اعمليها، بس انا بفضل ان انا بعملها بالزبده. طبعا عملنا اللي هي الطبقه الاولانيه. كاستر طبعا برد معانا، عايزينه كده نحط لها طبقه كاستر.
بتبقى جميله بالكاستر طبعا، وبرده بالجبنه، دي لها طعم ودي لها طعم. فهنا طالبينها عندي واحده بالكاستر، صينيه بالكاستر وصينيه بالجبنه حسب ما هم عايزين، ما بقول لهمش لا. والكاستر اللي هيفيد مش هيخسر، هتحطوه في بولات صغيره او كاسات وتعينها في التلاجة عادي، تبقى جميله. زي ما احنا شايفين كده. نغطيها بالكاستر في المعقول، لا تكتري ولا تقللي، في المعقول. طبعا ممكن تحط عليها زبيب او جوز في الحشو ده بتاع الكاستر حسب برضه رغبتك. انا هحط شويه جوز عليها عشان تديها طعم جميل برضه. طبعا حطيت الجوز اهون. هنحط بقى الطبقه التانية، طبقه كده خفيفه عليها عشان الكنافه ما تطلعش سميكه قوي ولا يعني رفيعه قوي، بتطلع في المعقول، السمك بتاعها في المعقول كده. حطينا الجوز، والله منظرها يعني تحفه تحفه. طبعا حطينا الطبقه التانية عليها وهنفردها عليها بالراحه، لسه ما فردتهاش. شايفين المنظر؟ جميله جدا يعني، خفيفه وجميله، وبالكاستر بتبقى لذيذه جدا. وممكن تعملها بالمهلبيه اللي هي بالعاديه، ممكن تعملها بالمكسرات زي ما انت حابه. بس النهارده انا بعملها دي، النهارده انا بعملها بالكاستر. يعني الكاستر برضو بيبقى جميل جدا والاطفال بيحبوه، اصلا هو محبوب اصلا يعني. طبعا واحنا بنسويها كده بنسويها بالراحه علشان الكاستر، وانا بشتغل فيها يعني مولعه الفرن. ليه؟ علشان يبقى درجه الحراره بتاعته يعني الحاجه تستوي بسرعه وما تغيبش في الفرن. لازم نولعه قبلها يعني ب10 دقايق او ربع ساعه عشان ياخد ايه درجه الحراره. ونحطها على درجه حراره 200، بنحطها تحت ونولع الشوايه. وهوريها لكم. طبعا القطر اصلا معمول عاملاه امبارح، فالقرا يعني اللي هو السكر بتاعها. طبعا انا عندي الرابط بتاعها على القناه، اللي هو طريقه القطر بتاعها. طبعا على كل كوبايتين سكر وكوبايه ميه ومعلقه هنحط نص معلقه اللي هو السكر الجلوكوز ده، بتلاقيه عند محلات الحلويات، فبنحط له نص معلقه. فانا عامله عشان الصينيتين 6 كوبايات سكر و6 كوبايات ميه. طبعا ده اول صينيه هي هدخلها الفرن ونشتغل مع بعض في الصينيه التانية. طبعا دي الصينيه التانية انا عامله لها نص كيلو جبنه تلاجة. في ممكن جبنه حلويات، بس انا جربتها بجبنه التلاجة ما تفرقش حاجه عن جبنه الحلويات، بتبقى جميله جدا. هنا حتى بنحط الجبنه بتبقى جميله جدا. يعني انا لما عملتها بالجبنه التلاجة والله عجبتهم احلى من اي حشو انا بعمله. هنحط الجبنه اهي، تبقى نص كيلو على الصينيه. طبعا فضل عندنا كاستر. الكاستر ده هنحطه في بولات صغيره كده وهنعينها في التلاجة للأسرة تفطر منه تتعشى منه، بيبقى جميل حلو. طبعا الكاستر اللي فضل زي ما احنا شايفين كده عملت بيه 4 بولات، والله جمال جدا. 4 بولات هنا القصه تفرح بيهم. وهنا طبعا عملت الكنافه بالجبنه الطبقه الثانيه، فهندخلها الفرن وهنعمل القطر مع بعض وهوريكم احلى كنافه بالكاستر وبالجبنه مع بولات اللي بتفضى. مش هنرميها، السكر بتاعها مظبوط ومش هنرميها. ليه نرميها؟ ممكن تفطروا بيها تتعشوا بيها، بتبقى جميله جدا وبتبقى خفيفه. اول صينيه طبعا طلعتها زي ما احنا شايفين اللون، بسم الله ما شاء الله، دي اللي بالكاستر. وهنا طبعا القطره هون السكر بتاعها، هنرشها هنا السكر بسم الله ما شاء الله. طبعا السكر بتاع الكنافات بالذات والهريسه بيبقى تقيل شويه. هخلصها واوريها لكم. وبكده يا حبايب قلبي اكون انا خلصت احلى كنافه بالكاستر، جميله جدا ومغذيه والاسره كلها بتحبها. وان شاء الله كده اشوفكم باذن الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.